موظف يتسول في الشارع، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بقيت قاعد اروح فين؟ طب تعبت، انا تعبت، انا تسولت في بورسعيد يا راجل اتقي الله، انا تسولت في بورسعيد يا استاذ، انا قعدت كلت بتاع رصيد، انا من اول رمضان مفيش رحمه، من اول شهر رمضان، اول الناس بتفطر في رمضان ولا اله الا الله، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. سلاح وتلاقي ناس بقالم معهم سلاح وهو اللي يجي الارض هنقتله ونعمل وحده تعرض لوحده معاه كده. فاحنا عايزين الحكومه تيجي تشوف ايه. سيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الداخليه كل من له سلطه وكان على نفذ قرار تسليم ارضي للسنه الارض قاعدين فيها بلطجيه بعد ما قرروا 3 سنوات طلعوا ان انا يطلع ينفذوا لي ويسلموني ارضي. انا عايز لو اي حد يطلع معايا يسلم لي ارضي بالقانون والا هنعلن في الجمهوريه التنازل عن تعليمي وعن شهادتي وهنشتغل بلطجي وهنجيب بلطجيه ونتعامل معاهم زي طريقتهم. ما عادش قدامي سبيل بعد الموضوع ده وبعد النصر دي وبعد الكلام ده وبعد اللقاء مع حضرتك ده الا انا هنعمل زيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم مواطن من أرض الواقع الذي يناقش أهم المشاكل للمواطن المصري. لسنا مع أحد ضد أحد، وإنما نحن صوت المواطن وعين المسؤول. في البداية بنهني محافظة البحيرة على العيد القومي لمحافظة البحيرة. ده بيدل على مدى الترابط، مدى فرحة المصريين، وتحديدا لأن الأعياد القومية دي بمثابة انتعاش للشعب المصري. احنا عندنا النهاردة يمكن الأمة الإسلامية والأمة العربية بالكامل بتحتفل بالمولد النبوي الشريف، ومن ضمن هذه الاحتفاليات ويأتي تزامنا مع هذه الاحتفالات انتصار حرب أكتوبر، هذه الحرب التي تمثل ذكرى خالدة للشعب المصري العظيم، الشعب المصري الذي قهر الأعداء، الشعب المصري الذي حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. خليني في البداية نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم، كونوا معنا. يلا نفرح من اللي نادي 1100 مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. عدنا أعزائي المشاهدين، ويمكن محافظة البحيرة محافظة شعبها من الناس الطيبين. شعب محافظة البحيرة يمكن في ذكرى العيد القومي لمحافظة البحيرة يمكن بنتكلم على التعاون التام بين جميع أجهزة الدولة. شعب محافظة البحيرة يمكن زي ما احنا بنناقش المشاكل للمواطن المصري لابد ان احنا بننوه على ايجابيات. الايجابيات دي احنا شفنا جزء موجود حاليا في ارض محافظة البحيرة، وتحديدا في جهاز شؤون البيئة اللي بيترأسه الاستاذ علي دومة. النهاردة ظاهرة السحابة السوداء اللي كانت يمكن معظم السنوات السابقة اللي كنا بنشوفوها وكانت الجمهورية بالكامل بتمثل حاجة بتكون يعني ظاهرة مش مسموح بيها كصحيا ولكن النهاردة بفضل الله عز وجل الأيام دي في رقابة شديدة، ده من بناء على التعاون الفريق العمل الجاد بين جميع أجهزة الدولة. يعني لو اتكلمنا على شؤون البيئة الأستاذ علي دومة نلاقيه النهاردة بينزل محاور اقتصادية ومحاور وتعاون بين جميع مؤسسات الدولة بالكامل، سواء من الزراعة، سواء من الوحدات المحلية، سواء مع الصحة، في جميع الأجهزة متعاونة عشان خاطر نقضي على ظاهرة السحابة السوداء. يمكن في هذا الوقت بالذات لابد ان احنا جميع شعب مصر بالكامل يكون في تكاتف، في حب. يمكن لان المنتخب المصري النهارده في برئاسه طبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عامل حاجه محترمه. ده وزير بمعنى الكلمه
الراجل المناسب في المكان المناسب. الوزير أشرف صبحي يمكن هو مش وزير وخلاص كده، لا، ده بينزل بيتابع العمل، بيتابع جميع الكيانات الشبابية اللي موجودة داخل الوزارة، بيتابع أنشطة الشباب والرياضة داخل المحافظات، بيتابع مراكز الشباب والرياضة، طور مراكز الشباب والرياضة، ويمكن متابع جميع المنتخبات اللي بتسافر بره مصر. يمكن الوزير الدكتور أشرف صبحي في تعاون تام بينه وبين المعالي المستشار رامي مكاوي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للكاراتيه التقليدي. النهارده المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي مسافر في بطولة كأس العالم، البطولة التي تقام بين 5 أكتوبر ل 8 أكتوبر. كل الشعب المصري بيأيد وبيساند وداعم لهؤلاء أبطال مصر. النهارده الشعب في زمالك وفي أهلي كله بيساند، لا النهارده لما يكون في منتخب بيشارك باسم مصر الكل بيقف وراه خلفه داعم ومشجع وتحفيز، لأن كل ده في الأول وفي الآخر دول أبناء مصر الشرفاء. يمكن لعبة الكاراتيه هي لعبة من الألعاب الفردية. لعبة الكاراتيه التقليدي لها طابع خاص، يعني مش لا، ده هي اسمها لعبة الكاراتيه التقليدي. يعني ايه كاراتيه تقليدي؟ احنا نشوف النهارده بطولات، نشوف تقارير موجودة وتحديدا من محافظة البحيرة اللي هي في العيد القومي لمحافظة البحيرة، أبطال مصر، أبطال منتخب، أبطال محافظة، أبطال كوميتيه، أبطال كاتا، كل دول بيلعبوا. نشوفوا الأبطال دي، لأن النهاردة أي لعبة رياضية لعبة لها مستقبل. خد ابنك إن هو يكون قاعد في فراغ، لا، وديه لعبة رياضية يلعب فيها. ما تقولش ابني لسه صغير أو بنتي لسه صغيرة، لا، دي الرياضة هي دي مستقبل مصر. هم دول أبناء مصر، هم دول طاقة مصر، هم دول التحفيز والتشجيع، لأن احنا نشوفوهم بيرفعوا علم مصر في المحافل الدولية. نشوف التقرير اللي موجود معانا مع الأستاذة عزة بدار ونرجع لحضراتكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة خاصة جدا مع أبطال الكاراتيه بمحافظة البحيرة. معنا بطل من أبطال الكاراتيه بمحافظة البحيرة، عايزين نعمل معاه لقاء ونقول له اسمك ايه؟ اسمي ياسين وليد العطار. ياسين وليد العطار، انت منين يا ياسين؟ انا بالمطامية. سنك كم سنة؟ عندي 8. 8 سنين؟ وبتلعب من كم سنة؟ بقالي 4 سنين وبلعب من 4 سنين. بتلعب ايه بقى؟ كاراتيه. كاراتيه؟ طب اشمعنى اخترت الكاراتيه؟ لان لعبة الكاراتيه دي لعبة مشرفة، حاجة نبيلة، واللي حببني اكتر فيها اول ما سمعت ال5 وصايا عرفت ان دي لعبة محترمة. والله؟ طب وايه هم ال5 وصايا يا ترى؟ وال5 وصايا اللي هم: ابحث عن تهذيب الخلق، كن اخلاق كويسة، كن وفيا، كن في الدين والوطني، كن مجتهدا. انا اجتهدت لحد ما وصلت للمستوى اللي انا فيه. برافو. احترام الاخرين، احترام اللي اكبر مني واللي اصغر مني، تملك نفسك عند الغضب، لو حد عصبني ما نتعصبش عشان عارف اللي قدامي اضعف مني. واحب اناشد كل ولي امر من خلال البرنامج استثمار طاقة ابنائكم من لعبة الكاراتيه مثل لعبة الكاراتيه. برافو. طيب هي بطولاتك بقى ايه، عبارة عن ايه؟ ايه البطولات اللي انت اخدتها؟ بطولات جمهورية، بطولات كاس مصر، تمام، بطولات دولية، وبطولات محافظة. بطولات ايه؟ محافظة. محافظة ايه بقى؟ بحيرة. تمام. طيب لو انت يعني حبيت توجه كلمة شكر توجهها لمين؟ اكيد طبعا نوجهها لكل المدربين، وسنسي عوض مهدي احب اشكره في المجهود اللي هو بذله معانا والمستوى اللي احنا فيه ده. يعني انت شايف نفسك ان انت كده ان شاء الله هتكون بطل كبير؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. انت حصل على مجموعة شهادات، انا شايفة بسم الله ما شاء الله، مجموعة اوسمة وشهادات وميداليات كمان جميلة. لو انا سألتك على اي واحدة فيهم دي
خدتها ليه وامتى وكده؟ هتقدر تقولي؟ طيب بالنسبه للميداليه دي في الكاميرا كده، الميداليه دي واخدها بمناسبه ايه بقى؟ دي بتاعت بطولة الجمهورية. علشان عشان هي بص، هي بتاعت البحيرة، اللي بيجيب أول فيها بيصحت للجمهورية. برافو. طيب طبعا في حاجات تانية. المركز الأول ده عن ايه بقى؟ المركز الأول للكاراتيه دي كانت هدية. دي هدية من مين؟ من سينسي عوض مهدي. مين؟ سينسي عوض مهدي. اوكي، انا اتشرفت بيك قوي قوي وفرحانه وسعيده بيك لانك بطل، وان شاء الله مستقبلا هتبقى بطل اكبر واكبر من كده ان شاء الله. وتحضر اولمبيات دوليه ان شاء الله باذن الله. ياسين، انت بتتمنى تكون مستقبلا ايه؟ يعني ايه اللي انت بتتمناه في مستقبلك؟ بطل العالم، عشان بطولة العالم دي اعلى بطولة في البطولات كلها، فانا نفسي نبقى بطل عالم ونعمل فيلم اكشن مكتوب اولاد الكاراتيه. تمام. طب يعني انت بالنسبه للفيلم بقى ده، دي حاجه جديده بقى عليا، انت عايز تعمل فيلم اكشن، هل في حاجه انت شفتها وعايز تعمل زيها؟ لا، ما انا هنبدا بقى عشان ما نقلش زي حد ويبقى فكره جديده. برافو 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 عليك. شكرا يا ياسين، متشكره جدا. فاصل ونواصل مع كابتن اخر. هم دول اولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر، يلا نفرح من الليلة دي، ألف ميت مبروك لمصر. هم دول اولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. عدنا ولقاء جديد مع بطل من ابطالنا اللي معانا النهارده ومشرفينا. اسمك ايه؟ عمار ياسر عبد العزيز. اهلا بيك يا عمار. عندك كام سنه؟ عندي 10 سنوات. برافو عليك. 10 سنين؟ بتلعب من كام سنه؟ بقالي 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين. طيب انت من محافظه ايه يا عمار؟ ومحافظة البحيرة. محافظة البحيرة فيها أبطال شجعان كتير. طيب أهم شيء اكتسبته يا عمار في لعبة الكاراتيه دي، أنا أعرف إن أنت بتلعب كاراتيه وأنتوا النهاردة أبطال كاراتيه موجودين معايا، فأهم شيء اكتسبته في رياضة الكاراتيه هو إيه يا ترى؟ الاحترام، الدفاع عن النفس، الوثوق بنفسي. الإيه؟ الثقة بالنفس. الثقة بنفسك. برافو، ده شيء جميل جدا. بتحب رياضات أخرى ولا هو الكاراتيه بس؟ هو الكاراتيه بس. وبنحب السباحة وبنحب الكورة. طيب انت دلوقتي يا عمار حاصل على بسم الله ما شاء الله مجموعة أوسمة وشهادات تقديرية، وكمان انا شايفه كاس ده انت اللي واخده ده بطوله؟ بتاعت بطوله ايه؟ بطوله كاس مصر. والله برافو عليك. وده ايه ده؟ ده بطوله الدوري للكوميتيه. ده كده بطوله الدوري الايه؟ الكوميتيه. جميل جميل جميل. شايفين في الكاميرا حاجه جميله رائعه مشرفه. وكاس العالم حاجة برضو جميلة جدا مشرفة جدا جدا. وانا اتشرفت بيك يا عمار، والى لقاء اخر، وسنعود مرة اخرى مع بطل اخر بإذن الله. هم دول اولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر، يلا نفرح من الليلة دي، ألف ميت مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. عدنا في لقاء متجدد مع بطلة أخرى من محافظة البحيرة. ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام والله. انتي اسمك ايه؟
جانا محمد شيمي. جنى محمد شيمي. عندك كم سنة يا جنى؟ 10 سنوات. انت من المحافظة هنا، محافظة البحيرة؟ اه. انت بتلعبي طبعا كاراتيه، بقالك كم سنة؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين بس؟ انت عندك كم سنة دلوقتي؟ انا عندي 10. 10 سنين، تمام. طبعا انت واخدة عديد من الجوائز والأوسمة. طبعا انا عارفة ان في حاجات تانية اكتر من كده، لكن انت عارفة طبعا كل حاجة كنت واخداها بأنهي مناسبة، مش كده؟ يعني مثلا لو انا سألتك على الميدالية دي كانت واخداها بمناسبة ايه؟ بطولة دولية. بطولة دولية، برافو. طب والكاس ده؟ بطولة كاس مصر. كاس مصر عن الكاراتيه، مش كده؟ ولا لعبة تانية؟ لا، عن الكاراتيه. طب كويس. طيب انت يا جنى بتحبي اللعبة دي جامد جامد، يعني مش ممكن تغيري رأيك في يوم من الأيام عنها؟ طبعا. ممكن تغيري رأيك؟ لا. متأكدة؟ متأكدة. برافو يا جنى، برافو. أنا اتشرفت بيكي وسعيدة جدا بيكي لأنك بطلة متمكنة وواثقة من نفسك. وتحبي طب تقولي ايه لأبطال كأس العالم، توصل لهم كده رسالة أو كلمة كده جميلة؟ احب طبعا ان انا ادعي لهم من كل قلبي، وكل اللي حواليا طبعا يدعي لهم ان شاء الله. يعني دعائنا ده يستجاب ربنا بيه ويوفقهم كده ويجيبوا دايما مركز اول مرتب عاما على مستوى العالم، ان شاء الله يبقوا ابطال عالم. ميرسي يا جنى، انا اتشرفت بيكي وان شاء الله هنشوفك بطلة كبيرة. شكرا. إن شاء الله. شكرا يا جنى، شكرا يا جنى. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. يلا نفرح من اللي نادي، 1100 مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. أعزائي المشاهدين، عدنا وسنعود مرة أخرى مع إحدى الأبطال بمحافظة البحيرة. معانا بطلة جميلة، اسمك إيه؟ مرام مدحت سعد. وعندك كم سنة يا مرام؟ 10. 10 سنين؟ بتلعبي لعبة الكاراتيه بقالك قد إيه؟ 4 سنين. طب ما تعلي صوتك شوية يا مرام. 4 سنين. 4 سنوات بتمارسي لعبة الكاراتيه. هل ان انت بتحسي بسعادة في اللعبة دي وبتحبيها قوي ولا نص ونص؟ انا طبعا بحبها قوي. طب برافو. طيب بالنسبة للعبة الكاراتيه دي، انت اول مرة لعبتيها كنت حاسة بايه؟ كنت متوترة وخايفة، بس الكباتن يعني شجعوني ووقفوا في ظهري وخلوني ان انا يعني ابقى شاطرة لحد ما وصلت المستوى ده. طب واكتر كابتن قريب لقلبك مين؟ سينسي عوض مهدي. مين؟ سينسي عوض مهدي. طب انت بتقدري توفقي ما بين دراستك وما بين اللعب؟ طبعا. انا عاملة وقت كويس للتمرين وللدراسة. يعني بتقدري تظبطي مواعيدك ما بين الدراسة وما بين اللعب. ممارسة الرياضة يعني مش بتأثر على دراستك؟ لا، أنا منظمة وقت كويس، وأنا اللي بيساعدني أكتر وبيشجعني مبادئ لعبة كن مجتهدة. طيب انت واخدة طبعا مجموعة أوسمة وكاس ودرع وحاجات كتيرة جميلة. تقدري تقولي لي مثلا دوت واخداه ده الاتحاد المصري للكاراتيه عن بطولة ايه؟ كاس مصر. والله كاس مصر حصلت عليه مرام، مش كده؟ اسمك مرام؟ اسمك جميل يا مرام. بنتمنى لك مستقبل جميل. وده طبعا ايه ده كان عندنا دوري للكوميتيه واستلمناه. برافو. عن ايه؟
يعني الكوميتيه ده 2 بيتنافسوا. كل اللي بياخد ضربة من التاني الأول هو اللي بيكسب. فاحنا كل واحد خد أكتر من 3 ضربات؟ لا، أكتر من 3 مرات يعني مرات؟ اللي هو يلعب. تمام. وخدنا تكريم شهادة والدرع ده. وده درع تاني ده؟ ده إهداء جميل. شوفوا الإهداء اللي واخداه مرام جميل إزاي؟ رائع جدا. ده كان بمناسبة إيه يا مرام؟ ده كان عندنا بطولة دولية. والكابتن كرم اللي خد المركز الأول فيه. انت عارفة بقى انت واخدة كام ميدالية؟ كام ميدالية؟ 12 و13 بالكاتا الجماعي. 12 و13. طيب برافو، حاجة جميلة جدا جدا. طبعا انا اتشرفت بيكي يا مرام، وسعيدة جدا 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 بان انت بطلة، وان شاء الله اشوفك اكتر يعني في مرات ومرات تانية، وتكوني اكبر من كده، وتكوني واخدة بطولات اكتر واكتر واكتر على مستوى العالم زي اللي انا شايفاهم دلوقتي، بس التانيين بقى يكونوا ايه، حاجات اكبر. فانا فرحانة جدا بيكي وبشكرك جدا يا مرام، واشوفك مرة تانية ان شاء الله عندنا في البرنامج. اوكي ان شاء الله. اوكي يا مرام. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. هم دول اولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر، يلا نفرح من الليلة دي، 1100 مبروك لمصر. هم دول اولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. عدنا في لقاء آخر مع بطلة من أبطالنا اليوم. اسمك إيه؟ منة الله سيد. أهلا بك يا منى، إزيك؟ الحمد لله. أنت عندك كام سنة يا منى؟ 10 سنين. 10 سنين. بتلعبي من إمتى؟ من وأنا في أولى ابتدائي. أولى ابتدائي، يعني كان عندك كام سنة وقتها؟ 6 سنين. برافو يا منى. أنت حاصلة على طبعا عديد من الشهادات والأوسمة والميداليات، وانتي انا متهيألي حاطه حزام ده لونه ايه؟ بني. انتي معاكي كام حزام؟ 6. حصلتي على كام حزام يعني؟ 6. قولي لي كده. ايه وإيه؟ أبيض، أصفر، برتقاني، أخضر، أزرق، بني. طب الأزرق بيعني ايه؟ إيه؟ الأزرق، الحزام اللون أزرق علشان ايه؟ علمنا الدفاع عن النفس. وهو حزام مميز. طيب آخر حزام اللي هو البني ده علشان ايه؟ برضه علمنا الدفاع عن النفس، وهو في كاتب بصيداي اللي هي كاتا 7. طب ايه اللي انتي استفدتيه من لعبة الكاراتيه؟ استفدت اللي هي مبادئ سنسي عوض مهدي علمها لنا، وهي الوصايا 5. هي ابحث عن تهذيب الخلق، كن وفيا، كن مجتهدا، احترام الآخرين، تملك نفسك عند الغضب. برافو برافو يا منى. طيب دلوقتي انت بتتمني تكوني زي مين من الابطال؟ بطلة عالم. زي مين؟ سنسي عوض. برافو برافو يا منى، انا اتشرفت بيكي، وان شاء الله اشوفك بطلة عظيمة. وانا شايفة ان انت واخدة اوسمة وحاجات جميلة وميداليات. ده انت واخداه بمناسبة ايه او دوري؟ سنة كام؟ سنة 2023. 2023 رمضان. السنة دي يعني؟ رمضان. ولا السنة اللي قبلها؟ في رمضان اللي فات. يعني السنة دي؟ سنة كام؟ 2023. برافو يا منى، ألف مبروك. وأنا اتشرفت بيكي. وطبعا عايزة أسألك بقى على شهادة من الشهادات دي. دي كانت ايه الشهادة دي؟ دي شهادة اهي جميلة منا واخداها من ضمن عدد كبير من الشهادات. فانا هسألها على شهادة عشان طبعا وقت البرنامج، هسألها على شهادة منهم اللي هي دي. كنت واخداها بمناسبة ايه بقى؟ بطولة. بطولة ايه؟ ثانية.
اتفضلي. البحيرة. علي صوتك شويه. البحيرة. عن ايه؟ يعني مش فاهمة يعني كانت المناسبه ايه؟ أنا خدت المركز الأول. برافو. ده كان امتى؟ كان 2019. في اي منطقه؟ قطاع ايه؟ غرب ولا شرق ولا قطاع ايه؟ غرب. قطاع غرب. اتشرفت بيكي يا منى، وانا سعيده بيكي جدا جدا، وان شاء الله اشوفك بطله كبيره إن شاء الله. اوكي. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر، يلا نفرح من الليلة دي، ألف ميت مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. ويتجدد اللقاء مع بطل من ابطال محافظه البحيره. اسمك ايه؟ يحيى محمد صابر. ازيك يا يحيى؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا يحيى؟ قعدت 9 سنين. 9 سنين؟ طبعا انت بتلعب بقالك كتير سنين. 5 كتير؟ سنين. 5 سنين؟ برافو. مين اللي حببك في اللعبه دي يا يحيى؟ كابتني اللي شجعني ومرني لغاية ما وصلت للمستوى ده. برافو عليك. ايه المستوى بقى اللي انت وصلت له؟ مستوى بطلع الأول على بطولاتي. بطلع الأول على بطولاتي. وايه الانجازات اللي انت انجزتها في لعبه الكاراتيه؟ إن أنا باخد بطولات طب علي صوتك شويه ما تتكسفش. باخد بطولات واختبارات ومسابقات ومعسكرات. دي الانجازات. أيوة. بطولات وايه تاني؟ واختبارات ومعسكرات. ايوه. في حاجه تانية؟ وتمارين. تمارين. كل دي انت بتاخد منها خبره يعني. أيوة. وانجازات بالنسبه لك. طيب لو حبيت تقدم كلمه شكر لحد انت بتحبه جدا هيكون لمين؟ طبعا لأهلي اللي هم ماما وبابا وجدي وجدتي وكابتني يعني اللي في القمة هو سينسي عوض مهدي وبقية الكباتن مشكورهم كلهم. برافو عليك. انا اتشرفت بيك يا يحيى واشوفك بطل كبير ان شاء الله. بس قبل ما اقفل معاك اللقاء هقول لك انت واخد طبعا كاس اهو. ده عن بطولة سنة كام؟ سنة 2023. ده 2023. ده كاس عالم برضو؟ لا. امال كاس ايه؟ ده كاس مصر. كاس مصر المركز الكام؟ المركز الاول. برافو. طب وده؟ ده درع استلمناه. عن ايه بقى؟ الكوميتيه. برافو. الكابتن كان بيعمل معسكرات للكوميتيه عشان البطولات وسلمنا. برافو برافو برافو. اتمنى لك مستقبل باهر والف مبروك على الكاس وعلى الدروع دي كلها والشهادات دي كلها، وان شاء الله اشوفك في احسن المستويات ان شاء الله. بطل عالم كبير. تشرفت بيك يا يحيى. شكرا. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر، يلا نفرح من الليلة دي، ألف ميت مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. وعدنا ولقاء جديد مع أبطال محافظة البحيرة. ازيك يا بطل؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ آدم مصطفى بشير. ازيك يا آدم؟ الحمد لله. الحمد لله. انت عندك كام سنة يا آدم؟ عندي 10. 10 سنين؟ بقالك قد ايه بتلعب؟ 4 سنوات. يعني كان عندك كام سنة وقتها؟ أنا عندي 6. 6 سنين؟ برافو عليك. طب يا آدم، لو أنا قلت لك إيه البطولات أو الإنجازات اللي أنت حاسس إن أنت أنجزتها وسعيد بيها؟
بطولة البحيرة، جمهورية، وكأس مصر، وبطولة بطولة العالم. مين اللي حببك في اللعبة دي يا آدم؟ ماما، بابا، وجده، وجدته. يعني أكتر حد كان بيشجعك بقى في كل دول في اللعبة دي وبيساندك وحاسس إن هو اللي بيديلك قوة ودفعة؟ الكابتن السنسي عوض. طيب لو أنا قلت لك مثلا تحب توصل رسالة للمنتخب المصري، تكون إيه هي الرسالة دي؟ رسالة ربنا يوفقهم ويشدوا حيلهم ويرفعوا علم مصر. برافو عليك. طيب انت طبعا واخد أوسمة وأذرع وميداليات وحاجات كتيرة جدا. كم ميدالية؟ دول 10. واخدهم في قد ايه وقت تقريبا؟ 4 سنين. برافو. وده كاس بيعبر عن ايه؟ كاس عالم ده ولا؟ كاس عالم. برافو. كنت واخده السنة دي؟ سنة كام؟ سنة 22 تقريبا أو 23. 23 يعني في آخر 22 أول 23. برافو عليك يا آدم. وده كاس إيه بقى عن إيه؟ ده كاس كاس العالم. كاس العالم؟ جميل يا آدم. أمنياتك بقى بتتمنى تكون زي مين؟ زي الكابتن كده. زي الكابتن اللي بيدربك؟ إن شاء الله. بإذن الله. أتمنى لك حياة سعيدة ومستقبل جميل. شكرا يا آدم. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر، يلا نفرح من الليلة دي، 1100 مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. دمنا ودام لقاءكم مع أبطال محافظة البحيرة، واحنا دلوقتي في لقاء مع بطل من أبطالنا نتعرف بيه. اسمك ايه؟ كريم عبد الله عبد الكريم. ازيك يا كريم؟ كويس. عامل ايه؟ علي صوتك شوية. كويس. كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك كم سنة؟ 10 سنين. انت بتلعب اللعبة دي من كم سنة تقريبا؟ بقالي 3 سنين ونص فيها. برافو. اخدت الجوائز الجميلة دي؟ برافو عليك، انت شاطر جامد اهو. برافو. طيب دلوقتي يعني انا عايزه اقول حاجه. اول يوم لعبت اللعبه دي، اول يوم رحت نزلت ارض الملعب عشان تتدرب، كنت حاسس بايه؟ الاول كنت حاسس بالتوتر، وبعد كده في البطولات اللي تعودت عليها بقى، في البطولات اللي طلعت بقيت ننزل بطولات تاني. اخدت قوه وطاقه. اي بقيت متعود على الكاراتيه والبطولات. وبقيت ناخد مركز اول في كل البطولات. ودلوقتي بقى مش بتخاف؟ لا مش بنخاف. بجد؟ بجد. يعني لو في حد مثلا قبلك كده عايز يعمل معاك اي حاجه وحشه كده او يضربك، تقدر تغلبه؟ طلع طاقتي فيه. تطلع طاقتك فيه لانك بطل، مش كده؟ برافو عليك. طيب انت دلوقتي واخد اهو ده كاس ايه ده؟ كاس بطولة كاس مصر. كاس مصر. كاس مصر. برافو. ودي ده ايه ده؟ ده درع بطولة الدوري. برافو. والكاس الكبير ده عشان ايه ده؟ بطولة كاس مصر التانية بقى. بطولة كاس مصر. علي صوتك شوية مستوعب. بطولة كاس مصر. عن ايه؟ عن لعبة ايه؟ لعبة كاتا فردي. برافو 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 برافو. انا طبعا بحييك، بس عايزه اسالك سؤال بقى تاني عشان نختم الحلقه عشان وقت البرنامج، وان شاء الله يكون معانا لقاءات تانية مع كل الابطال اللي موجودين في محافظه البحيره. في رساله شكر لو حبيت توصلها لمين؟ اوصلها لبابا وماما والكابتن سنسي عوض مهدي، وقف جنبي وتعب، هو اللي شجعني
لأن ندخل الكاراتيه التقليدي. برافو، متشكرة جدا جدا يا كريم، وأنا سعيدة بلقائي معاك النهاردة، وأشوفك إن شاء الله بطل كبير جدا 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 في المستقبل بإذن الله، وشكرا ليك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر، يلا نفرح من الليلة دي، ألف ميت مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. أعزائي المشاهدين، كنا وكنتم معنا في لقاء مع أبطال وبطلات محافظة البحيرة من الإناث، وهم بنتين توأم إخوات، وطبعا هنسعد بيهم دلوقتي وهنقدمهم لكم. ازيكم؟ الحمد لله. الأول بقى هنتكلم معاكي. انتي نادين؟ أنا نوران. نوران. اسمك نوران مش كده؟ نوران هاني عبد السلام. علي صوتك شوية. نوران هاني عبد السلام. وانتي اسمك ايه؟ نادين هاني عبد السلام. اهلا بيكم، اتشرفت بيكم نادين ونوران. اتشرفنا بيكم في برنامجنا دوت، وسعداء جدا بوجودكم معانا، وسعداء اكتر انكم بطلات ابطال يعني العالم، يعني حاجة جميلة، حاجة مشرفة. دلوقتي انا عايزة اعرف انت عندك كام سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات. مولودين مع بعض؟ مين بقى فيكم اللي اتولدت الاول؟ أنا. انتي؟ طيب كويس. دلوقتي لو انا سألتكم بقى كام وسام انتي واخداه؟ أنا واخدة 11 بطولة، 10 أول وواحدة تاني، بس أنا واخدة 11 بطولة. وانتي كام بطولة؟ أنا برضو واخدة 11 بطولة، واخدة 7 أول و2 تاني و2 تالت. كويس، برافو. طيب انا شايفة بقى ايه، كؤوس كتير وأدرع وميداليات وأدرع وشهادات وحاجات كده رائعة جدا. الأول انتوا طبعا يعني قبل أي شيء عايزة أقول لكم، انتوا اللعبة دي اخترتوها ليه؟ اشمعنى اللعبة دي؟ لأننا لعبة الكاراتيه دي لعبة محترمة واحنا حابينها، وبسبب ان احنا سمعنا القواعد الخمسة اللي هو ابحث عن تهذيب الخلق، وكن وفيا، كن مجتهدا، احترم الاخرين، وتمالك نفسك عند الغضب. فشوفنا ان دي رياضة محترمة فاخترنا ان احنا نمارسوها. كويس، حاجة جميلة جدا جدا، مشرفة. طبعا ايه شعورك يا نادين في اول بطولة اخدتيها؟ كنت حاسة بايه؟ في الأول كنت متوترة جدا، ولكن بتشجيع سينسي عوض مهدي وكابتن عمرو الحمد لله بإذن ربنا خدت مركز أول. برافو، برافو يا نادين. نوران. أيوة. لو أنا سألتك بقى، تحبي تقدمي رسالة شكر للسادة المشاهدين؟ احب اقول لهم ان انتوا تمارسوا الرياضات، وخصوصا رياضة الكاراتيه، لانها رياضة بتنمي الذكاء والعقل السليم في الجسم السليم. واتمنى ان يلتزم الاطفال بالقواعد دي، ابحث عن تهذيب الخلق، وكن وفيا، كن مجتهدا، احترم الاخرين، وتمالك نفسك عند الغضب، وانهم يتناولوا الطعام الصحي. طبعا بعد ما قدمت رسالة شكر للسادة المشاهدين، أنا فخورة بيكم وسعيدة جدا جدا بيكم، خاصة وإن أنتم حاصلين على شهادات وأدرع وميداليات وكؤوس كتير، فدي حاجة مشرفة جدا جدا. ولو قلت لكم مش هقول لكم غير إن إحنا إن شاء الله من نصر للنصر. تحيا مصر. تحيا إيه؟ مصر. أوكي. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. يلا نفرح من الليلة دي، ألف ميت مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. عدنا أعزائي المشاهدين، شفنا النشء الجميل
الأبطال الجمال وهم بيلعبوا وهم حاصلين على مراكز، على بطولات، على أوسمة، دي بتدل إيه؟ بتدل فرحة، سواء من اللاعب أو فرحة من أولياء الأمور، أو فرحة من المركز اللي موجود فيه، أو فرحة من المحافظة، والفرحة الأعم والأكبر فرحة الجمهورية. إزاي؟ النهاردة أول واحد بيفتخر بيه مين؟ الأب والأم اللي حفزهم، اللي شجعهم، اللي خلوا الابن ياخد ويحصل على بطولة، سواء محافظة أو جمهورية أو محافظة دولية أو بطولة دولية. النهاردة لما يكون أنا عندي ابن حاصل على بطولة الجمهورية، مركز اللي نشأ فيه بيبقى مبسوط وفرحان، بيقول لك ده أنا فلان حاصل على بطولة الجمهورية. طيب لما يكون حاصل على بطولة العالم، دي حاجة تانية. مصر بحالها بتفرح لأن هو ابن مصر. عشان كده بنقول لكل السادة المشاهدين، خلي أبناء حضراتكم يمارسوا أي ألعاب رياضية. النموذج اللي احنا شفناه ده نموذج من الألعاب الكاراتيه التقليدي. ده بيدل على إيه؟ على إن ولي الأمر تعب، والكابتن اللي عطى الطاقة وعطى كل جهده وكل خبرته إن هو يوصل اللاعب لمرحلة بر الأمان، إن هو يحصل على وسام أو على حزام أو على بطولة، دي بتبقى حاجة كويسة. يعني إيه؟ لأنه قبل ما بيديلك الألعاب الرياضية بيديلك الأخلاق، لأن الاتنين جزء لا يتجزأ. لأن احنا سمعنا وشفنا الوصايا اللي بيتكلم عنها، بيتكلم عن حاجة أخلاق، دي هي دي الأخلاق الرياضية. وهو ده يمكن ابننا وهو بيتكلم بيقول ايه؟ ابحث عن تهذيب الخلق، كن وفيا. يعني جزء عجبني وهو بيقول ايه؟ ان انا من استضعف او ان انا منش راضي الرد عليه علشان خاطر ايه؟ عارف مدى ضعفه بالنسبة لي، فعشان كده ما من اتلاشاه. النهارده ده لسه شاب او طفل بيقول الكلمتين دول. شوف مدى الاهتمام، الاخلاق الرياضيه عامله ازاي. يمكن ضمن الاحزمه والبطولات كابتن عوض مهدي وهو بيمرن اللعيبه مش تمرين وخلاص، لا، اللي انا شفته ان هم كاسره، ان هم راجل واحد، ان هم عيله واحده، بيوصل الطفل وبيوصل الشاب او اللاعب ان هو يساعده حتى يوصله للمدارس العسكرية. دي جزئية تانية. بيوصل من الطفل للمدرسة العسكرية. ده دليل ايه؟ دليل ان الكاراتيه التقليدي اللي موجود في محافظة البحيرة ان في اهتمام وفي رعاية، وعشان كده النهاردة بيوصلك لبر الأمان، للمدارس العسكرية اللي الكل بيحلم بيها، اللي الكل بيوصل ويتمنى ان هو يخش المدارس العسكرية. فمن باب أولى ان ممارسة الألعاب الرياضية حاجة جميلة. نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم. يلا نفرح من لنادي 1100 مبروك لمصر. هم دول أولاد بلادي، هي دي ولادك يا مصر. عدنا أعزائي المشاهدين، شفنا أبطال مصر، شفنا البراعم، شفنا النشء الجميل حاصل على بطولات وعلى أحزمة وعلى دروع وعلى أوسمة. ده بيمثل حاجة محترمة، حاجة بتشرف كل من يمارس لعبة الرياضة. خليني ننهي بالجزئية الجميلة ديت والاحتفال الذي أقامته يمكن برعاية بعض الأحزاب
يوم جميل في حب مصر، يوم جميل داعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن شاركت الكيانات الشبابية وتحديدا اتحاد شباب الوطن للريادة والتنمية بقيادة مهندس إسلام شملي وبقيادة الأستاذ صبري عبد الشافي منسق عام محافظات. النهاردة شفنا الاحتفالية دي في محافظة البحيرة، حاجة محترمة وحاجة تشرف. نشوف الاحتفالية داعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم في حب مصر. كونوا معنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عدنا أعزائي المشاهدين، شفنا الحب، شفنا المرح، شفنا مدى الانتماء ومدى التأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا ممكن نكون الظروف صعبة، بس الأصعب من الظروف هو تحدي الصعاب، إننا منشوف إنجاز يتحقق، منشوف مشروع ما كانش فيه وبقى موجود مصنع، بقى موجود مزرعة عملاقة، بقى موجود طرق اللي احنا كنا بنتبهدل ونشوفهم الازدحام الشديد. احنا عندنا النهاردة انجازات وعندنا انتصارات النهاردة انضمت لمصر. مصر كانت فين وبقت حاليا فين؟ مصر هي ام العالم، مش ام الدول العربية، لا، دي مصر ام العالم. النهاردة اي كارثة لا قدر الله، ازمات او كوارث تحدث في أي دولة سواء عربية أو أجنبية، النهاردة مصر أول واحدة وأول دولة بتسابق هذا الإنجاز وبتروح تساعد الدول، بتساعد الإنسانية، بتساعد شعب من الجانب الإنساني. عشان كده مصر أم العالم. النهاردة افتخر يا مصري إنك أنت مصري، ارفع راسك لأنك مصري. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقول له كمل يا ريس واحنا معاك، كمل يا ريس والأمة العربية وياك. احنا شفنا دول بتنهار، شفنا أزمات، شفنا كوارث، شفنا حاجات مش بعيدة، ده قريب جدا. كان مين اللي بيتسابق؟ النهاردة مصر. بيدل على ايه؟ على مدى التراحم والتلاحم، ان مصر ما بتسيبش ولادها، ما بتسيبش الإنسانية. دولة أوروبية معاها، دولة أجنبية موجود معاها. فعشان كده نقول له يا ريس كمل والشعب المصري وياك، كمل وعلى بركة الله، كمل وال100 مليون معاك، كمل وربنا وياك. ربنا وياك يا ابني وقلوبنا معاك يا ابني، ربنا وياك يا ابني وقلوبنا معاك يا ابني. الله يقويك يا ابني على مين يعاديك يا ابني، الله يقويك يا ابني على مين يعاديك يا ابني.